أحياناً كل اللي تحتاجه إنك تبعد شوي عن كل شيء، عن الموبايل، عن الضجيج، عن كل المشتتات اللي صارت جزء من يومك. حسيت إن شخصيتي تغيرت، الكسل قل، بتبسط أكتر وأنا قاعد مع ناس ومع طلاب زيي وكذا. المكان هذا فيه خدمة 5 نجوم بكافة الجوانب. نحن حالياً بنص البحر، كله لخدمة فكرة واحدة. أهل القرآن مكرمون في الدنيا وفي الآخرة وحتى في القبر مكرمون. يوم القيامة كل الناس تبعث خائفين إلا أهل القرآن. عم تحفظ قرآن؟ الله ييسر لك. رح نشوف الأساليب والأمور اللي بيعملوها لحتى يطلعوا بأحسن نتيجة بأقصر مدة. بصير عندي تثبيت. نعم، هون بتثبت هذا. اليوم نحن بأفخم مخيم قرآني بالعالم. رح فوت هلأ لهذا المكان، خوض واحدة من التجارب اللي من زمان كتير نفسي إني خوضها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف على السلامة. هذا هو الشيخ عبد الله، رحب فيني وشرح لي شوي عن المكان، وكنت فايت متحمس لما قال لي والله إحنا عندنا في شروط المخيم إنك تسلم الجوال. حنعطيك إياه بس مرة. والإنستغرام والواتساب هذا خلاص تركته في بلدك وجيت. سلم لنا الجوال نعطيك في اليوم بس 45 دقيقة. حتى عندك اتصال الآن. أمي أنا حاليا عم خوض تجربة. الله يجزيك خير. أيوه. الله يرضى عنك. طيب الآن حط شنطتك، اطلع فوق، غرفتك هتكون رقم 17. بعدين بعد ما تحط شنطتك عشان نجلس أنا وأنت ونتكلم عن الخطة إن شاء الله. مخيم تاج الوقار، مخيم قرآني مغلق بيصير تقريبا كل سنة، بيستمر حوالي 40 يوم، بيجمع طلاب من مختلف بلاد العالم، شغلهم الشاغل القرآن. كان عم يقول لي الشيخ عبد الله إنه لازم يكون في خطة حفظ قبل ما الواحد يبلش بالحفظ. شيخ عبد الله، من خطة حفظ؟ إحنا عندنا في المخيم خطط لكل طالب حسب مستوى وحسب إمكانيته على الحفظ أو المراجعة. فأنت مثلا على سبيل المثال كم حافظ حاليا؟ يعني تقريبا 10 أجزاء. طيب أنت خلال اليوم عندنا إحنا 6 ساعات في اليوم حفظ ومراجعة، كم تظن نفسك تستطيع أنك تحفظ في هذا الوقت؟ أتوقع مثلا 6 ساعات، ممكن 7 صفحات مثلا. طيب معناته إحنا عندنا ممكن نضع في فئة 7 صفحات. فئة 7 صفحات أنت مطالب أنك تحفظ 7 صفحات في البداية في يوم واحد. طيب جاهز لهذا الأمر إن شاء الله؟ إن شاء الله بحاول. إن شاء الله بإذن الله. أنت أراك تستطيع إن شاء الله. طيب تفضل خلينا نروح عند الشيخ مرزوق. نحطك معه في الحلقة. ما شاء الله. حياك الله، يا أهلا وسهلا. قلت لي إنه بدي أقعد مع الشيخ مرزوق. أيوة. أنا شايف كثير مشايخ ما شاء الله. الحمد لله. إحنا عندنا في المخيم 11 حلقة، كل حلقة فيها تقريبا 10 طلاب. بين هاي الحلقات كلها حنحطك عند الشيخ مرزوق موجود هون. السلام عليكم. حيا الله الشيخ، كيف حالكم؟ كيف حالكم شيخ مرزوق؟ شيخ معك بلال، إن شاء الله حيكون معكم اليوم في الحلقة. إن شاء الله يكون مجتهد. باين أنا هيك شايف يعني. أنت هلا حتوعد عند الشيخ. طبعا وجودك الآن في حلقة معناته في التزامات وفي ضوابط لازم نلتزم فيها. طيب شيخ عبد الله، ليش حطيتني بالضبط مع الشيخ مرزوق؟ يعني ليش ما حطيتني مع الشيخ اللي هناك قاعد؟ أيوة، إحنا الشيخ مرزوق الحلقة اللي هنا أعمار الطلاب فيها بتناسب عمرك أولاً. ثانياً الفئات الموجودة هنا أيضاً تناسب الفئة اللي إحنا حطينا لك إياها. إحنا حطيناك الآن في فئة 7 صفحات. فئة 7 صفحات، لما نحكي فئة 7 صفحات يعني أنت مكلف في اليوم أنك تحفظ 7 صفحات جديدة. بعد ما تتم في اليوم 7 صفحات، لما تبدأ اليوم الثاني أنت مطالب أنك تراجع هذه ال7 صفحات اللي حفظتها. إحنا مسميها المراجعة القريبة. تسمعها على الشيخ على جلسة واحدة، ثم تنتقل للسبعة الثانية. ما تنتقل للسبعة الثانية إلا وأنت راجعت السبعة الأولى. براجعون بسمعهم؟ أيوة، تسمعهم مرة واحدة. بعد السبعة أنت لما توصل لتخلص جزء كامل جديد، يومها أنت ما راح تنتقل للجزء الثاني إلا أنك تسرد هذا الجزء. سرد مو سبر، سرد. أيوة. سرد، تقرأ آية حرف صفحة صفحة بشكل متقن، ولازم تجيب في هذا السرد 80%. عندنا أيضا في المراجعة عندنا خطط، أيضا عندنا فئة 5 وفئة 7 و10 و15 و20. أقل شيء 5 اللي راجع باليوم. أقل شيء 5. يعني الأصل إنه الحافظ أيضا إيش ما يراجع في اليوم صفحتين مثلا، لا الأصل إنه على الأقل 5 كذا. أيضا عندنا نظام السرد للمراجعة، أيضا في اللي بيسرد على الجزء، في بيسرد على الجزئين، في على الثلاثة، في على الخمسة. 5 فرد سحبة تسميع. الحمد لله. في ما شاء الله طلاب سردوا، يعني ذيك اليوم أحد الطلاب سرد 5 أجزاء وعنده 3 تنبيهات بس. فإن شاء الله أنت تستطيع، يعني نؤمن بأنك حتضبطها. توفيق إن شاء الله. إذا احتجت شيء إحنا موجودين. خلاص بإذن الله. الله يرضى عنك. حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ. الآن نازلين على الغداء، وبعد شوي رح ننزل على الفترة الثانية. موضوع الطعام، إنك أنت تجيب طاقم، تحصل ناس تقدم طعام جيد في المخيم، هذا مش
شيء سهل يعني. لأنه في تحدي الكمية الكبيرة. الكمية الكبيرة، التنوع في الأكل. هذا جيك من أمريكا، هذا جيك من أندونيسيا، هذا جيك من أوروبا، هذا جيك هذا عربي، فهدول أكلهم مختلف عن هدول. وإحنا كفريق تغذية حريصين إنه نقدم شيء مرتب ومنظم وجودة تليق بأهل القرى. شو رأيك بالأكل؟ بيسمن يا شيخ، بيسمن. اليوم في عنا مشاوي، مهتمين جدا أيضا بموضوع المقاطعة، ما في ولا منتج من منتجات المقاطعة. وقت الأكل ما له وقت الاستراحة الوحيد، في عندهم تقريبا كل يوم ساعة بيعملوا فيها اللي بدهم إياه. الطلاب كل يوم بيلعبوا هون بوقت الاستراحة، وكمان في عندهم غير كرة القدم في طابات سلة. والله ما ذكرتكم بحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضمن أيام المخيم بيتم استضافة علماء ومشايخ كلنا بنعرفهم. أنتم متخيلين شباب أن أنت ورب العالمين يفخر بكم في الملأ الأعلى؟ بيصير في جلسات جماعية وأسئلة مباشرة وتوجيهات علمية وعملية بتضيف عمق للتجربة. فلما الطالب بيجي وبسلم على الشيخ عمر عبد الكافي وباخذ صورة معه مع الشيخ الددو، هذه اللحظات عمره ما بنساها في حياته. على سبيل المثال اليوم الشيخ ياسين العمري موجود معنا، وحاليا في عنده محاضرة كان يطلع لي على الريلز وأنا عم أقلب، فتخيل نفس الشيخ اللي أنت بتشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي عم يكون موجود هون بالمخيم. وأنا حاليا بدي أروح كمل المحاضرة لأنه عن جد كتير حلوة. والسير إلى الله والمسافة إلى الله لا تقطع بالأقدام، إنما تقطع بالقلوب. في أسياخ دجاج. ومع كل هالضغط والبرامج الكتيرة، ومشان ما يصير في ملل أو ضعف بالإنجاز، إحنا في أول فترة، أول أسبوعين في المخيم بنكثف الرحلات داخل اسطنبول، رحلات خارج اسطنبول، رحلات رائعة جدا. على سبيل المثال اليوم في عندهم مسير بالغابة. تخيلوا أنه عطوهم تقريبا نص لتر مي بدهم يكملوا فيه مسير 6 كيلومتر بنفس كمية المي، وهذا تحدي كتير كبير على فكرة. هن حاليا عم يحاولوا يحلوا اللغز، لازم يحلوه مشان يلاقوا الطريق، وما بعرف يمكن مشان يلاقوا الكنز. أخذوا منه كل الأكل. هلا هون المحطة الأخيرة تبعهم، لازم يختاروا شخص واحد من المجموعة يتصل بأبوه أو بأمه ويحكي لهم مشاعره وقديش هو مشتاق لهم وكذا. تتذكر وجه والدك، وجه والدتك اللي تعب من أجلك وأنت صغير، لازم تتذكر قلبه اللي خاف عليك أكثر ما أنت خفت على نفسك. كيف حالك يا بابا؟ أنا خلود. هلا حبيبي، كيف حالك؟ والله بس حابب أشكرك على كل ما بذلته من جهد معي، يعني ما قدمته من تعب وجعلتني أحفظ القرآن واستمر عليه. حبيبي يا بابا، الله يرضى عليك، ربنا يجعلك من أهل القرآن يا رب العالمين. كل هالنشاط الرهيب اللي عم تشوفوه في وراه فريق إعلامي بيشتغل بصمت. هذا الفريق الإعلامي الرهيب هادئ بالكواليس، عالي جدا بالمستوى. نسعى من خلال الإخوة في قسم الإعلام إنه ننقل كل ما يتم تناوله في المخيم إلى الخارج، بحيث نعكس تجربة قرآنية فريدة نافعة يحتذى بها، تكون مثالا ونموذجا لغيرنا من المؤسسات العاملة في العمل القرآني والتربوي، وكذلك حتى يستفيد الطلاب اللي ما استطاعوا الالتحاق بالمخيم مما تم يعني أخذه في المخيم، ولو بأفكار عامة، ولو بخطط، ولو بآليات، ولو بإضاءات. حاليا هون الشباب عم يصوروا، شباب الإعلام، يعني مثلا من شوي شفت إنه هن عم يزبطوا ست الإضاءة، كان كتير رائع. وكنت عم بحكي كمان مع مدير الإعلام، خبرني إنه ما في ولا مخيم بكل العالم بيقدم نفس الإعلام تبع مخيم تاج الوقار، وفي كتير مخيمات بتاخد الأفكار تبع الفيديوهات تبعها من هذا المخيم. هون الشباب الطيبة تبع الإعلام، هون زميل الحلقة. عندنا أقسام الخدمات، النظافة، جزاهم الله خير، يعني ليل نهار يحرصون على أن يكون المخيم في أبهى حلة. في بداية المخيم بيعطوا كل طالب والمشرفين كلياتهم مثل هذا الكيس اللي هو كيس الغسيل، بيكون مثل ما شايفين فيه عليه رقم، بنغسله وبعد 24 ساعة بيجوا بيستلموها من هي الخزن اللي موجودة بهذا المكان. بفتح هي، باخد الكيس تبعي في غسيلاتي مغسولين. وبعد يوم حفظ طويل حسيت اني شوي هيك يعني نفسيتي تعبت وصار في شوية فتور بالإنجاز، فما لنا غير المشرف التربوي وكيف ممكن يحل لنا هي المشكلة ونرجع على الحفظ بكل طاقة وحيوية. تفضل. أهلا وسهلا. أنا اليوم كتير بعد شي 3 ساعات حفظ حسيت حالي شوي هيك ما تركزت ويعني شوي نفسيتي تعبت. طيب تحب إنك تشرب قهوة؟ هيك صرنا نص بنص. أي والله سلم يديك. طيب. زي كأنك كنت في دمشق قبل فترة؟ كيف والله دمشق؟ والله الشام حلوة بس حزينة يعني.
هزينة، هذا مشتت. شايف هذا الحزن سبحان الله من المشاعر اللي بتستقر في النفس، صعب انها تطلع بسهولة. عشان هيك الاكتئاب مرض. الجلسة مع المشرف التربوي استمرت تقريبا ساعة، حللنا المشكلة بشكل رهيب، وفعلا ترتبت الفوضى اللي جواتي، وخلاني أشوف أشياء بنفسي حتى أنا ما كنت شايفها. بالخطة عندي إنه بدي أحفظ سورة يوسف. المشكلة إنه باقي ساعة تقريبا وبيخلص وقت الحفظ. لقد سمع الله قول الذين قالوا الأمانة كثير عم واجه صعوبة بالحفظ، ما عم بعرف شلون بدي أحفظ، شلون بدي أمكن الصفحة. فأقعد مع الشيخ أسأله كيف ممكن يساعدني في إنه يكون موضوع الحفظ أسهل. هلا أفضل طريقة للحفظ هو تقسيم الصفحة. يعني مثلا شوف عندي مثلا هاي الصفحة فيها كم آية، قسم مثلا كل صفحة 3 آيات. هاي قسم مثلا تقرأ أول شيء على الحاضر نظرا من المصحف مرة. الصفحة كلها ولا بس هذا القسم؟ قسم. تمام. قرأت القسم الأول مرة، مرتين، 3، 4 مرات حتى تأكد إنه إذا سكرت المصحف انحفظ معي. هون بعد ما تأكد معي إنه انحفظ معي بصير عندي تثبيت. نعم. هون بتثبت هذا. تمام. بثبته ب10 مرات 5 مرات حتى يتثبت. بس يتثبت بدك يعني توصل لمرحلة إنه تسكر المصحف وتجيب القسم بدون ولا خطأ. لما دخلت المخيم اكتشفت قدرتي في الحفظ، لأني كنت أرى بصعوبة الحفظ سابقا بسبب وجود المشتتات، لكن المخيم وفر لي بيئة متكاملة. الشيخ مرزوق بعرفه من سوريا من 13 سنة. اي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وراودته ثواني، شو آخر آية قرأتها؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بارك الله فيكم، أحسنتم يا شيخ، ما شاء الله عليكم. الشباب هون كثير طيبين عن جد، ما في أظرف منهم. أنا دول بعرفهم. يا أبو عبد الله. أبو عبد الله هو أنا. أيوة عبد الله. نحن حاليا بنص البحر برحلة السفينة. فمن أجمل الأشياء الموجودة بالمخيم إنه الطالب ما بيلحق يمل، كل يوم والتاني بتلاقي في عنده الرحلة. يمكن عم تسألوا إنه شلون عم يسبحوا بنص البحر. أكيد أخذين احتياطاتهم جدا موضوع السلامة، في سباحين مختصين موجودين تحت معهم مشان يحرصوا على سلامة كل طالب وما يصير أي حوادث بإذن الله. خلينا نشوف واحد من الطلاب شو رأيه بالرحلة. كيف الحال؟ شو أكتر شيء عجبك بالرحلة؟ والله كلها التجربة يعني جديدة علي صراحة، يعني أول مرة بعمل. لما كنت بالماي مثلا كنت عم بقرأ بعض الآيات مثلا. التأمل طبعا في خلق الله هذا من أعظم العبادات. خلينا نشوف واحد من المشايخ ونسأله عن كيف رأيه بالرحلة. لأنه الواحد لما ينضغط كثير بيحتاج إنه ينفس ويروح، فلما ينفس مفروض يرجع أقوى. الفترة القادمة فعلا أملنا إنه الطلاب حيكونوا بإذن الله منجزين إنجاز كبير يعني إن شاء الله. هذه النفوس زكية ريانة، هذه الوجوه من الهدى نظرات. طالعين هلا على الحفل. طبعا الجدير بالذكر انه هذا الحفل كل اسبوع عم يصير. سال مثل الشهد في قلبي وفاح، كل ما اتلوه تلتم الجراح، ربي لا تحرمني منه يا كريم. في طالب هلا صار يبكي، عم يكون في رسائل من الاهل عم يعرضوها هون بالحفل. الحمد لله الذي جعلك من السائرين على ضرب القرآن. طبعا شغله مهمه، الطلاب هون ما بيحكوا مع اهلهم الا كل يوم تقريبا ربع ساعه 3 ساعة هيك شيء. طالب محمد معاضي. هذا واحد العالمين مصور اسمه علي. نعم. صور الصور. هون كنت عم بشرح على فقرة معينة بالفعالية، وإجت المفاجأة من إدارة المخيم لما سمعت مقدم الحفل عم يقول أراد أن يشارك معنا ليوم كامل كأنه طالب من طلاب المخيم. هذا تكرمتم؟ المشاركة. والله شو المفاجأة هاي؟ يا والله مفاجأة خطيرة والله. والله فاجئوني. شعور حلو عن جد انه الواحد يكون
بيتكرم، كل واحد بيتكرم بزتوه هيك لفوق. عبد الله لك لا 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 شباب عاونوني شباب. شو شعورك وانت اليوم باللحظات الأخيرة من مخيم تاج الوقار السادس وانت بالفريق الإعلامي؟ أهلا بلال، والله شعور يعني جميل ومختلط، صرنا مدة كبيرة هلا حنرجع لحياتنا، ومو جميل إنه الأجواء اللي عشناها حلوة صراحة يعني، وخاصة بمجال المجال الفني. أصعب اللحظات بلا منازع اللحظة اللي احنا دائما بنخاف نوصلها، بنقول بدناش نصل لهذا اليوم، آخر يوم، يوم الوداع. إن غادرتم عتبات هذا المخيم فما غادرتم القلب الذي بكم يترنم. وبكيت حتى خلتني لا أكتفي. يوم الفراق، طلاب من بلدان مختلفة عاشوا تفاصيل يومهم سوا، واليوم كل واحد رح يرجع على بلده، ويمكن ما عاد يلتقوا أبدا، بس الأكيد الأرواح راح تبقى متصلة. هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى. ذكري